بشهادة عند القاضي في المحكمة احرموه من ورث ابوه. يا هلا وسهلا، وقبل كل شيء نصلي ونسلم على نبينا شفيعنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلوات واتم التسليم. هذا رجل الله اعطاه خير كثير ورزق وعقارات ومال وجاه وكلش ما شاء الله لا قوة الا بالله. عنده 4 عيال، لازم تركزون زين في الاربعة. قام الرجال وزوج الاول والثاني، ممتاز. وبعد تقريبا فترة من زواجهم رزق الثاني بولد، ممتاز. بعد تقريبا سنة أو سنتين مرضت زوجة الثاني هذا وتوفاها الله، رحمة الله عليها ومات المسلمين. أيوة، إيش اللي صار؟ جلس الشايب يبغى يزوج ولده هذا الأرمل، رفض، قال يا أبوي ما أقدر. زوج بشهرين 3 4 5 عيا، رفض. ولده أخذته من زوجة الأخ الكبير وربته مع عياله. حاول الشايب يمين يسار انه يزوج هذا الولد، عيا، رفض نهائيا. بعد فترة زوج الثالث والرابع، وبعد ما زوجهم يرجع ويحاول في ولده هذا، رفض، قال يا ابوي ما اتزوج. يمين يسار قال مرة. راحت الايام وراحت الايام. يوم جش فترة من الزمن الشايب راح وخطب له بدون ما يستشيره عند ربع من جماعته في ديرة مهب قريب، حولهم حواليهم لكنها تبعد مسافة مهب بسيطة. ورجع ولده قال ولدي تراني خطبت عند فلان والموضوع انتهى. يا ابوي يا ابوي، قال مرة ماني مخليك لحالك يا ولدي، انا احبك وانت حب عيالي ولا بد اني ازوجك. قال على بركة الله يا ابوي اللي تشوف. راح الشايب وولده هذا الثاني اللي زوجته متوفية، وولده الكبير والثالث، ممتاز. الرابع ما راح معهم، جلس في الديرة، وراحوا على سيارتهم مسافرين الى الديرة هذه اللي فيها بيخطبون عند الناس دول. وفعلا شافها وخطبوا خطبة رسمية وجازت له وانبسط الرجال. متى ان شاء الله الزواج؟ قال جهزوا اموركم وضبطوا اموركم على الموعد اللي تبون، والله يحييكم تعودوا لنا. قال على بركة الله. اللي صار وهم راجعين في الطريق الشايب وعياله صار لهم حادث كبير، توفى الشايب والولد اللي راح يخطب له اللي زوجته اصلا متوفيه، الله المستعان، رحمة الله عليهم ومات المسلمين. ايوه، انتهى الحادث. طبعا الاخ الاول والثالث الله سلمهم من الحادث هذا، رجعوا الان. وبعد ما انتهى العزاء الان في ورث وفي تركه كبيره ولازم تقسم، وفي مساله شرعيه مهمه جدا يمكن ما تخفى عليكم. قبل اكمل الموضوع هذا، هذه مبالغ ماليه انا مقدمها هدايا لكم بدون اي مقابل بدون شروط، فقط تضيفون حسابي في الاصفر وهناك راح اختار الفائزين بهالمبالغ هذه. كيف تختار يا فالح الفائزين؟ من خلال الاصفر. تضيفون الاصفر. كيف نضيف الاصفر؟ من خلال البايو يتم طريقة ايضاح كيف تضيفون الاصفر. الله يحييكم، وهذا اقل شيء يسوي لكم اياه. ايوه، الشيخ قال قاضي من اللي توفى قبل، ابوكم ولا اخوكم؟ بتقولون وش تفرق يا فالح؟ تفرق. ان كان الاخ توفى قبل ابوه قبل اب فما يرث وما له شيء. إن كان الشايب توفى قبل وولد بعد يرث ويكون فيه ورث وتركة الولد هذا المتوفي، ممتاز. أيوة، قالوا الأخ الأول والثالث لا، اللي توفى قبل أخونا وابونا بعد ما صار الحادث توفى أخونا كان باقي فيه حياة، فاللي توفى الأول الأخ. قال إذن ولد هذا اليتيم ما له شيء وأخوكم ما يرث، وهذه مسألة شرعية. على هالموضوع انتهى، توزعوا التركة والورث كان كبير. الأخ الثالث من خلال الحادث جاء صدمة نفسية كبيرة وقوية مرة. بعد فترة توالت عليه الأمراض، مرض ورا مرض، وأصابه يعني صدمة نفسية كبيرة. فلوسهم وتركتهم الله وفقهم وصارت تجارتهم كبيرة مرة، كل منهم رزقها الله برزق كبير، لا الأول ولا الثالث ولا الرابع أخوهم هذا الصغير. الأخ الثالث بعد ما حس إن ساعته قربت نادى عياله، يا عيالي أنا ساعتي قربت. يا أبوي الله يطول عمرك. قال يا عيالي الموت حق، وأنا أحس الموت قريب، وأنا أوصيكم وعاهدكم بالله أن إذا مت ما تدفنوني ولا تحطوني في القبر لين تقرون وصيتي وتنفذون ما فيها. يا أبوي قال اسمعوا كلام، انتهى الموضوع. بشهادة عند القاضي احرموه من ورث أبوه، مبلغ كبير راح عليه. هذا فعلا اللي صار. الأخ الثالث اجتمع بعياله زي ما قلت لكم وقال لا تحطوني في القبر مت إلا بعد ما تقرون وصيتي وتنفذون ما فيها.
يا ابوي الله يطول عمرك. قال عاد اللي حصل فعلا 10 أيام بالضبط توفي هذا الأخ الثالث. وبعد ما توفي وقبل يدفنونه بناء على وصيته، فتحوا الوصية اللي هو كاتبها، وقفت يعني شعور روسهم انهبلوا انصدموا. اللي قروه هو الحقيقة، نادوا مباشرة ولد عمهم، يعني أكبر أولاد الأخ الكبير، لأنه هو اللي مثلا يدير الأسرة وهو مسموع كلامه بين عمانه وأبوه وعيال عمه. ونادوه تعال اقرأ اللي حنا قريناه والصدمة اللي صارت. بعد ما قرأ انهبل، ما صدق. اللي صار يا جماعة أن الأخ الثالث جاته الصدمة النفسية من الحادث، من هذا الأمر. أخوه صبه غصب عليه وهدده لو يكشف هذا السر أن يصير شيء ما يتوقع. اللي صار أنهم شهدوا عند القاضي بالمحكمة أن الأخ أخوهم الثاني اللي ما ورث ولا شيء، إنه أصلا ما توفى لو بعد وفاة أبوهم. اللي توفى الأول الأب، وبكذا حرموه من الورث. وجت الصدمة نفسية طول السنوات هذه وما يقدر يتكلم، وقال لا تدفنوني لين تجتمعون يا العائلة وتعطون ولد خوي ورثه وحقه، عشان أبرأ بذمة الله سبحانه وتعالى، وبعدها ادفنوني. إذا عيوا إخواني خذوا من حقي أنا اللي له، وأوصيكم عيالي. الولد عمهم هذا ولد الأخ الكبير أنهبل، قال صح أبوي يحب الفلوس والمال لكن ما هو بالطريقة ذي. راحوا علموا عمهم الرابع الأخير، وفعلا جته صدمة نفسية كبيرة وما توقع. مستحيل سووا كذا، ليش طيب وكذا. سبحان الله العظيم الشيطان. راح الرجال اللي هو الأخ الرابع وقسم وخذ ثلث الورث وعطاه، قال هذا ولد أخوي وهو حق أخوي في حياته. وبعد ماته الأخ عيال الولد الثالث اللي أبوهم كتب وصية، قسموا اللي ممكن يكون لعمهم ولد عمهم وأعطوه وزادوا عليه وقالوا هذا مبلغه. بعد راحوا الأخ الأكبر وتكلم الأخ الرابع مع الأخ الأكبر، قالوا مستحيل ما له شيء، واللي فلان مات وهو كذاب ما صدق، يا فلان كذا ما له عندي شيء، يا فلان بر ذمتك، يا فلان قال ما له شيء عندي نهائيا. قبل أكمل القصة وقبل أنسى، أنا مقدم لكم هدايا مبالغ مالية بدون أي شروط بدون أي مقابل. هذه لكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اللي وصلت له. كيف يا فالح بتوزع هالمبالغ المالية؟ من خلال الأصفر هناك راح أختار الفائزين بهالمبالغ. كيف نضيفك في الأصفر؟ في البايو يتم طريقة إيضاح كيف تضيفوني في الأصفر. والله يحييكم. حاولوا في الأخ الأكبر رفض، قال ما له شيء. المهم جمع المبالغ هذه. ولد أخوهم أو ولد عمهم هذا ولد المتوفي عمره تقريبا 20 سنة، أعطوه يعني جاته صدمة. وش ذا؟ قالوا هذه فلوس لأبوك كانت عند عمانك. الرجال كان متبهذل وحياته بين عمانه وخواله، ما كان متوقع ولا علموه بالحقيقة عشان ما يصير فتنة في الأسرة، وأخذها. سبحان الله العظيم. وبعد مرور 15 سنة صار اللي ما تتوقعونه. بشهادة عند القاضي في المحكمة احرموه من ورث أبوه. هذا فعلا اللي حصل. بعد 15 سنة سبحان الله العظيم أصيب الأخ الأكبر هذا اللي ظلم أخوه بعد ما مات، وظلم ولد أخوه اليتيم هذا، أصابها الله بمرض الزهايمر. صار سبحان الله العظيم في المجالس وعند الناس إذا جاته نوبة الزهايمر يقول اللي توفى قبل أبوي وأخوي اللي توفى بعد. أنطقها الله على لسانه بالحق، ولا أخذ علاجه وراحت منه النوبة. قال لا ما هو صحيح، ما قلت، أنكرت. قبل أنهي هذه القصة أنا والله أني أحبكم كثير ولكم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصلت له، وأنا مقدم لكم مبالغ مالية هدية لكم بدون أي شروط وبدون أي مقابل. كيف يا فالح راح تختار الفائزين بهالمبالغ المالية؟ فقط ضيفوني في الأصفر. وكيف نضيفك يا فالح في الأصفر؟ في البايو يتم طريقة إضافة الأصفر. والله يحييكم وتشرف فيكم. سبحان الله العظيم. بعد سنوات بسيطة توفي هذا الرجل، وجو عياله واجتمعوا. هم كانوا يدرون أصلا إن عمهم له حق، لكن ما كانوا يقدرون يسوون شيء في حياة أبوهم، وأخذوا المال اللي يخص عمهم في بعد ما ماته ويخص ولد عمهم اليتيم هذا وأعطوه حق. لا إله إلا الله. الله ما يخلي حد، والله ما يخلي حق أحد. لك حق بتاخذه اليوم ولا بكرة.
انتبه من مال اليتيم. وأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم أمره عظيم جدا. ما أحسنت له لا تسيء له، لا تكسر خاطره، امسح على رأسه. الرسول اللهم صل وسلم عليه أوصى باليتيم، ومن كثر وصاته عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة، أصاب بالسبابة اللي جنبها. فإما أحسنت له لا تسيء له، ولا تأخذ حقه، ولا تأخذ فلوسه. يعني اللي بعيد مفروض تحسن له، خل بعد القريب، أنت عمه ولا خاله ولا جده ولا أخوه ولا أيا كان، لا تأخذ حقه. اتق الله في نفسك، ولا تأخذ الناس حقوقهم. ما تدري والله العظيم إن ساعة الموت إنها أقرب لك من زرار ثوبك. الله يجعلنا وإياكم ممن يحسن في اليتيم وغير اليتيم، وأسأل الله يبارك فينا وفيكم. إن شاء الله نوفقت في سرد هذه القصة، إن شاء الله نوفقت في سرد هذه القصة. خافوا الله في أبنائكم، خافوا الله في عيالكم، أحسنوا تربيتهم. اليتيم لا تأخذون حقه نهائيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نوفقت في سرد هذه القصة. أنا أخوكم فالح محمد، استودعتكم الله.